بيبدأ فيلمنا النهارده بقرية على ضفاف النهر، وخلال ما كانت مزارعة من القرية هي وابنها عند النهر بيلاقوا جثة في المية، ولكنهم بيكتشفوا ان الشخص ده لسه فيه الروح، فبياخدوه للقرية وهناك حكيم القرية بيشوفه وبيبدأ يعالجه، وبيكون جسم الشخص ده كله دم ومليان رصاص كأنه كان في حرب. وبعد يومين من الموقف ده بتكون القرية بتحتفل بعيد من أعيادها، وفجأة بتهجم قبيلة من البلطجية على القرية دي وبيبدأوا يقتلوا في أي حد يلاقوه قدامهم، راجل ست طفل حيوان مش بيفرق لهم حد. وبتبدأ الناس تدعي ان ربنا يبعت لهم معجزة تنقذهم، وبيكون في واحد من البلطجية على وشك انه يقتل امه وابنها، لكن الطفل الصغير ده بيمسك السيف في ايده وبينجرح علشان يحمي امه. وفي اللحظة دي فجأة بيفوق الاسد اللهم لا حسد، وبيقوم الشخص اللي اهل القرية انقذوه من النار وبينزل ضرب وقتل في قبيلة البلطجية وبيقضي عليهم كلهم. وهنا اهل القرية بيشكروه وبيسموه المنقذ، لكن في الوقت ده بيبدأ المنقذ ده يقول انه مش فاكر حاجة وبيتضح انه فقد الذاكرة. وبيجي الطفل الصغير اللي الراجل ده انقذه هو وامه وبيقول له اوعدك لما اكبر هعرف انت مين. وبعد مرور 30 سنة من الموقف ده في الهند في مومباي بتركب بنت اسمها كالك المترو، وبتفضل تبص لبنت تانية راكبة المترو وماسكة لابتوب اسمها هيلانا، وبيتضح انه دول عصابة بنات بتنضم ليهم بنت اسمها جانفي، وبتبدأ هيلانا من خلال اللابتوب تعطل اشارة المرور والدنيا كلها بسبب كده بتقف. وبتكون في طالبة بنت رجل اعمال مشهور اسمها عالية راكبة عربيتها في الوقت ده، ولما بتلاقي نفسها متأخرة عن الامتحان بتاعها بتنزل تركب المترو. وبتظهر بنتين كمان من نفس عصابة البنات اسمهم لاكشمي وإيرام، وبتدي عصابة البنت إشارة للرئيس بتاعهم، فبيركب في العربية راجل شكله مشرد ولافف نفسه بشاش وبيكون شبه المنقذ اللي ظهر في أول الفيلم. وفجأة بتوقف هيلانا المترو وبتسيطر عصابة البنات على المترو وبيعلنوا إنهم خطفوه، لكن في اللحظة دي بيقوم ظابط في المترو وبيسيطر على بنت من البنات وبيعمل فيها بطل وبيخرج مسدسه وبيقول للناس ما تخافش. لكن في الوقت ده بيبدأ الراجل المشرد اللي رابط الشاش على وشه يتحرك ناحية الظابط، فالظابط بيقول له خليك مكانك يا راجل يا عجوز انت، لكن بيخلع الراجل العجوز الشاش من على وشه وبينزل ضرب في الظابط وبيربطه بالشاش في المترو، وبيقول له مين فينا بقى اللي راجل عجوز، اديك طلعت الشرير اللي جوايا، صحيح انت بتحب الاشرار ولا الابطال؟ فالظابط بيقول له انا بحب امي. فبيبدأ الراجل ده يقول له امك عندها كام سنة؟ فالظابط بيقول له عندها 55 سنة. فبيبدأ الراجل المشرد يقول للناس في المترو كل الستات اللي عمرهم 55 سنة يقفوا، وبتقف ستات كتير، لكن المشرد بيتجه ناحية واحدة من الستات دول وبيقول للظابط هنعتبر دي امك، وبيروح قتلها. والناس كلها في اللحظة دي في المترو بيخافوا جدا. وفي الوقت ده بيتكلم المشرد من خلال اللاسلكي وبيقول للظابط اديني حد اتفاوض معاه لو خايف على باقي اللي في المترو. وبتتقلب الدنيا في الوقت ده، وبتبدأ شرطية شاطرة جدا اسمها نارماندا تتواصل مع المشرد في الوقت ده، وبيبدأ المشرد يقول لنارماندا انا عارف انك شرطية جامدة جدا وعمرك ما خسرت تفاوض. فنارماندا بتقول له انت تبع اي منظمة؟ لكن المشرد بيقول لها انا مش تبع اي منظمة، اعتبريني بتكلم باسم الشعب الهندي، انا زي اي مواطن كل سنة انتخب وزير شكل واقول يمكن ده اللي يكون في الخير، ولكن بيطلع عنيل من اللي قبله. فبتبدأ نارماندا تقول له طب انت ايه طلباتك؟ فبيبدأ المشرد يقول لها غنيلي. فبتستغرب نارماندا، لكن المشرد بيقول لها غنيلي بقولك. وبتبدأ نارماندا تغني فعلا. فبيبدأ المشرد يقول لها الاغنية دي مدتها 5 دقايق ودي المدة اللي هديها لك علشان تجيبي لي وزير الزراعة، لكن نارماندا بتقول له دي مدة قليلة مش هيلحق يجي. لكن المشرد بيقول لها لو مرت ال5 دقايق ووزير الزراعة ما جاش انا هقتل كل دقيقة حد. وبتقلب نورماندا الاسم وبتمر ال5 دقايق وبيكون المشرد على وشك يقتل واحد جديد، لكن لحسن الحظ ان الوزير بيجي. وبيبدأ المشرد يقول للوزير انا هسألك عن حاجة ولازم تجاوبني بصراحة والا كل اللي هنا هيموتوا. وبيبدأ المشرد يقول للوزير رقم 108200. فالوزير بيقول له لو عاوز فلوس اتصل بوزير المالية وشغل اغنية تانية لحد ما يجي، لكن المشرد بيقول له 180,000 مزارع ينتحر بسبب ظلمك، الاغنياء تديهم قروض من غير ضمانات والغلبانة تديهم قروض صغيرة وبعد شهر تطالبهم بالسداد، انا دلوقتي عاوز منك 400 مليار روبية. فبيتخض وزير المالية من المبلغ ده وبيقول له اجيب لك منين الرقم ده؟ فالمشرد بيقول له ايه رأيك تكلم رجال الاعمال اللي كنت بتساعدهم وتاخد منهم، كلم مثلا ابو عليا اللي معانا هنا اكيد ابوها هيدفع علشان ينقذها. وبيخلي المشرد في الوقت ده عليا تتصل بابوها رجل الاعمال اللي اسمه كالي، واللي بيكون في اجتماع مع الحكومة وعمال يتكلم عن المشاريع اللي هتشغل الشباب والناس، ولكن الحقيقة ان كالي انسان ظالم وفاسد، دخل على محصل المنطقة واجبره يديله الارض وبعد كده اجبره يقتل نفسه الا هيقتل طفلته الرضيعة ومراته، وللاسف الراجل بيقتل نفسه. وبعد ما بيخلص كالي الاجتماع بيشوف ان بنته اتصلت بيه كتير وبيعرف كالي بعد كده كل اللي حصل،
وبيضطر يدفع 400 مليار علشان خاطر بنته. وفي الوقت ده بتبدأ عالية تقول للمشرد انت مجرم، اجبرت ابويا يدفع فلوس وعمال تقتل في الابرياء. لكن المشرد بيقول لعالية وانت فاكرة ابوك راجل شريف؟ الفلوس اللي دفعها ابوك كان قرض واخده. دلوقتي تحب احكي لك ابوك عمل ايه في كالكي؟ وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان زمان كانت كالكي عايشة مع عيلتها وابوها المزارع الغلبان، وبتكون كالكي رايحة الامتحان بتاعها في المدرسة وكل حاجة زي الفل. لكن فجأة بيجي رجالة البنك وبيطلبوا القرض اللي ابو كالكي جاب بيه الجرار، لكن ابو كالكي بيقول لهم ان المطر بوظ المحاصيل ومش معاه فلوس دلوقتي وبعد يومين بيكون اتصرف. لكن بيخلع واحد من الموظفين شبشب وبينزل ضرب في ابو كالكي وبيهينه قدام كل الناس، وبيفضل الراجل يترجاهم محدش يضربه قدام بنته، وبياخد موظفين البنك الجرار وبيمشوا. وبيروح ابو كالكي لبنته اللي كانت منهارة وبيقول لها روحي الامتحان ولما ترجعي كل حاجة هتكون كويسة. ولما بتروح كالكي الامتحان وبترجع بتلاقي ابوها قتل نفسه، وفي نفس الوقت بيكون ابو عليا واخد قرض كبير ومحدش كلمه. وفي عزا ابو كالكي بيجي موظفين البنك تاني وبيقولوا لام كالكي الجرار سدد تمن القرض لسه الفوايد، وبيشدوا قلادة الزفاف من رقبة ام كالكي. وهنا كالكي بتمسك الفاس وبتقسم دماغ الموظف نصين وللاسف بتدخل السجن. وفي الوقت ده الكل في المترو بيتأثر بقصة كالكي حتى عليا نفسها، وبيبدأ المشرد يقول لهم دي مش قصة ابو كالكي بس، دي قصة معظم المزارعين الغلابة اللي في الهند، وانتوا زعلانين ان انا هديهم 400 مليار بس، الفلوس دي هتنقذ اكتر من 7 مليون مزارع. وبيقول لعالية بيقولي لابوكي لما تشوفي انك قابلتي حرامي اكبر منه وهو انا، وبيقول لها رسالة تانية في ودنها تبلغها لابوها. وفي اللحظة دي بتوصل هيلانا الفلوس اللي خدوها من ابو عليا ل7 مليون مزارع. وبيبدأ المشرد يقول له كل اللي في المترو ما تسقفوا لي بقى، لكن كل اللي في المترو بيكونوا ساكتين وزعلانين على الست اللي المشرد قتلها. فالمشرد بيقول لهم انتوا زعلانين على الست البريئة دي ولا تزعلوا نفسكم، قوم يا بنتي يلا. وبتطلع الست اللي عملت نفسها اتقتلت جزء من عصابة البنات واسمها اسكرا. وهنا كل اللي في المترو بيفرحوا وبيسقفوا للمشرد وعصابته. وبيبدأ المترو يتحرك من جديد، وهنا الشرطية نرماندا بتجمع فرقة قوات خاصة وبيحوطوا محطة المترو بالكامل، وبتقول للمشرد انت دلوقتي هتقع في ايدي وهخليك تغني من اللي هعمله فيك. وبيقف المترو وبتستعد نرماندا وفريقها علشان يمسكوا المشرد ده وفريقه. لكن فجأة بيخرج كل الناس من المترو لافين وشهم بشاش زي المشرد، وطبعا بيقدر المشرد وفريقه ينزلوا وسط الناس عادي، والشرطة ما بتقدرش تمسك حد فيهم. وبيحصل في اللحظة دي اطلاق نار من جوه المترو، ولما بتدخل نرماندا المترو وبتوصل للمشرد بيكون مجرد تمثال لابس نفس اللبس. وبتفتكر نرماندا لما خبطت في شخص لابس نفس اللبس، وبتطلب نرماندا من فريقها يشوفوا الفلوس اتحولت لاي حساب ويرجعوها. لكن واحد من الفريق بيقول لها ما ينفعش، الفلوس راحت لملايين المزارعين. وبيكون المشرد حول الفلوس لكل المزارعين اللي عليهم قروض، واللي بيكون في جزء منهم على وشك يقتلوا نفسهم، وبيفضلوا المزارعين دول يسجدوا شكر. وبتبدأ الاخبار تذيع عن اللي حصل ده، وبيسموا المشرد ده روبن هود الغلابة. وبتجتمع نرماندا مع كالي رجل الاعمال وبتقول له من اللي حساه الراجل اللي قام بالعملية دي شاب صغير وهيرجع يكررها تاني. وفعلا بيظهر ان المشرد ده مش شكله الحقيقي، وانه فعلا شاب وسيم واسمه ازاد. وبيبدأ ازاد يجتمع بعصابة البنات المكونة من ال6 بنات دول، وبيقول لهم ان دي مش اخر عملية وهيكرروها من تاني. وبيقول لهم كل واحدة فيكم ترجع لمكانها، وبترجع البنات بعد كده لسجن النساء. وبيتضح انهم مجرد مساجين في واحدة من السجون الهندية. وبترجع عالية بعد كده لابوها وبتقول له الخاطف بعت لك رسالة معايا وبيقول لك ان اسمه فيكرام راسور. ولما بيسمع كل الاسم ده بيبان انه اتهز جامد، ولما بنته بتقول له في ايه بيحضنها وبيقول لها مفيش حاجة. وتاني يوم في السجن بتكون في حفلة لتكريم مأمور السجن واللي غير حياة كل المسجونات، وبيكون الضابط الشجاع ده هو ازاد نفسه، واللي بيبدأ يتكلم وبيقول انه شغال في السجن ده من 12 سنة وحافظه اكتر من بيته، وان كل المسجونات اللي هنا بيعتبرهم زي امه وزي اخواته، وان السجن مش حاجة وحشة ولكنه فرصة لتصليح الاخطاء، وان الستات اللي هنا بيعملوا اطراف صناعية للمعاقين ولبس مدارس وبيساعدوا وهم جوه السجن انهم يحسنوا حياة اللي بره السجن. وبيبدأ ازاد بعد كده يحتفل مع المسجونات وبيغنوا وبيرقصوا، لان ده فيلم هندي ما ينفعش من غير رقص زي ما انتوا فاهمين طبعا. ولما بيروح ازاد البيت بيلاقي الست اللي ربته اللي اسمها كافري بتقول له انا جبت لك عروسه والمره دي غير كل مره. والتاني يوم بتاخده كافري لبيت العروسه ولكنها ما بتجيش، ولكن كافري في الوقت ده بتشاور له على طفله اسمها سوجي وبتقول له ما تكلم العروسه. لكن ازاد بيتخض وبيقول لها ده انت عديتي جواز القصيرات يا امي، انت كده في جواز الرضع. فكافري بتقول له قصدي يعني بنت العروسه. وبتبدا سوجي تقول
بتقول لأزاد بص يا عم الحاج انت هتعيش معايا لو اتجوزت امي، وعشان كده لازم ارضى عن الجوازه دي. وبتاخد أزاد معاها بره وبتقول له انا مش بدور على جوز انا عاوز اب. وبيبدا أزاد يحبها في الوقت ده وبيوافق يقابل امها. وتاني يوم بتتصل سوجي بأزاد وبتقول له انت فين؟ فبيقول لها في السجن. فبتقول له وانا كمان اصل انا في المدرسه وسقطت وهم عاوزين ولي امري وماما مش فاضيه ما تيجي انت. وفعلا بيروح لها أزاد المدرسه وبيخلص الموضوع. وبتبدا سوجي تنادي على واحده وبتقول لها ماما. ولما بيبص أزاد بيتخض خضه كبيره لان ام سوجي بتطلع هي نرماندا. وبتبدا نرماندا تقول لأزاد انت مين وليه واقف مع بنتي؟ فسوجي بتقول لها ده الراجل اللي بتدوري عليه ده هيكون بابا. وبتتكسف نرماندا من نفسها وبتنزل مع أزاد وبتبدا تقول له انا اهم حاجه عندي سوجي، انا وفرت لها كل حاجه ما عدا الاب وانا شايفاها بتحبك. وبيبدا أزاد يقول لها بس انا لازم اقول لك حاجه مهمه عني قبل ما نرتبط. وبيكون هيقول لها على اللي بيعمله، ولكن سوجي بتقاطعهم وبتقول لأزاد اقول لك يا بابا ولا بابي؟ فأزاد بيقول لها قولي اللي يعجبك. وبتبدا سوجي تقول له امها أزاد عجبك؟ فبتقول لها ايوه. ولما بتساله ماما عجبتك بيحضنها. ومن اللحظه دي بيبدا أزاد يخرج مع نرماندا وسوجي وبيقضوا ايام حلوه قوي سوا وبتتم خطوبتهم على بعض. وتاني يوم بيكون في مؤتمر لوزير الصحه علشان الانتخابات الجديده. وبيبدا الوزير يقول للناس انتوا عارفين ان خلال فترتي اللي فاتت ظبطت كل المستشفيات الحكوميه وخليتها على اعلى طراز وظبطت المعدات وحدات الكهرباء فيها والناس كلها بقت بتتعامل هناك احسن معامله. لكن في اللحظه دي بتظهر كالكي وبتنش الوزير طلقه والدنيا بتتقلب وبتوصل عربيات الاسعاف والشرطه. لكن عصابه أزاد بيزرعوا شويه قنابل حوالين عربيات الشرطه علشان يعطلوهم وبيقدروا يخطفوا الوزير المصاب بعربيه اسعاف تانية. وبتكون في عربيه الاسعاف دي عصابه أزاد وأزاد نفسه هو اللي سايق. ولما مساعد الوزير بيقول لهم انتم مودين الوزير فين؟ بيقولوا له على مستشفى حكوميه من اللي مجهزين على احدث طراز. فمساعد الوزير بيقول لهم يبقى البقاء لله في الوزير مقدما. وبيوصل أزاد لاقرب مستشفى حكوميه وبيجيبوا كرسي علشان ينقلوا الوزير، ولكن الكرسي اللي بيجيبوه بيكون عاوز كرسي يشيله اصلا. وبتكون المستشفى نفسها عباره عن خرابه كبيره. وبتبدا عصابه أزاد يامنوا المستشفى ويزرعوا حواليها قنابل علشان محدش يدخل. وبيكون أزاد متنكر وبيدخل أزاد الوزير اوضه العمليات وبيبدا يصور كل اللي بيحصل ويذيعه على الهوا لكل الناس. وبيبدا يقول لهم انا نقلت الوزير لمستشفى حكومه، يا ترى بقى المستشفى دي مجهزه وهتقدر تنقذه ولا كان كداب؟ والدنيا طبعا بتتقلب لان وزير الصحه اتخطف في عز النهار. وبيروح أزاد يصحي الدكتور الوحيد في المستشفى وبيجيبه قدام الكاميرا وبيقول له اتكلم. وبيبدا الدكتور يقول ان الوزير حالته حرجه جدا ومحتاج معدات علشان يتم انقاذه. ولما أزاد بيقول له ايه المعدات دي، الدكتور بيقول له محتاج دكتور تخدير وجهاز تنفس وقطن وشاش. فأزاد بيقول له يعني دي مستشفى محتاجه مستشفى. وبتوصل المعدات فعلا بطياره هليكوبتر وبتتصل نرماندا بأزاد فبيقول لها وحشتيني ما كلمتكش من اخر عمليه. ولما نرماندا بتقول له انت عاوز ايه، فبيقول لها انا عاوز الحقيقه اللي اتزيفت في المستشفى دي. من 3 سنين حصلت حادثه كبيره في المستشفى دي، كان وقتها مدير المستشفى واحد اسمه جورج يجي ويتكلم على التليفون ويقول الحقيقه، ولو ما قالش الحقيقه انا هقتل الوزير. وفي الوقت ده كالي بيتصل بجورج وبيقول له اطلع وقول الحقيقه احنا مش عاوزين مشاكل. لكن جورج بيقول له انا هخسر وظيفتي كده. وبعدين وزير الصحه متورط كمان في الموضوع ده، لكن كالي بيقول له تخسر وظيفتك بدل ما تخسر حياتك، لو ما طلعتش انا اللي هقتلك. وبيطلع جورج على التلفزيون وبيبدا يقول من 3 سنين دخل 60 طفل المستشفى دي بالتهاب في الدماغ وكانوا محتاجين اكسجين. وفي الوقت ده كانت المسؤوله عن علاج الاطفال دول دكتوره اسمها إيرام واللي بتكون واحده من عصابه أزاد. إيرام اتصلت بيا باعتباري مدير المستشفى وقالت لي مفيش اكسجين كفايه والاطفال دي هتموت، لكني قلت لها كل المعدات بتتباع في السوق السوداء للمستشفيات الخاصه وبسبب الطمع قلت لها سيب الاطفال دي تموت. وحاولت إيرام تنقذ الاطفال بكل طاقتها ولكن للاسف بسبب نقص الاكسجين ماتوا كلهم. وقدام الحكومه انا ووزير الصحه طلعنا ان إيرام هي المجرمه واحنا ملناش ذنب، واتحكم كمان على إيرام بالمؤبد وهي بريئه واحنا نبقى المجرمين الحقيقيين. وفي الوقت ده الكل بيزعل على اللي حصل للاطفال وبيتم اثبات براءه إيرام. وبيبعت أزاد لنرماندا ايميل في 234 مستشفى حكوميه وبيقول لها خلال 5 ساعات
بس عاوز المستشفيات دول يتجهزوا ويبقوا احسن من المستشفيات الخاصة كمان. وفعلا بيتم تجهيز المستشفيات دي على احسن طراز، وبيفرح كل الدكاترة والممرضين والمرضى، وبينجح أزاد يعمل في 5 ساعات بس اللي الوزير ما عملوش خلال سنين. وبيطلب أزاد من نورماندا مروحية علشان يهرب فيها هو وعصابته، وبتوصل المروحية فعلا. لكن نورماندا بتكون مجهزة فرقة قوات خاصة وبيقتحموا المستشفى وبيحاصروا عصابة البنات، لكن العصابة بتفرقع كل القنابل اللي حوالين المستشفى وبيدخلوا في قتال مع نورماندا، ولكنهم بيقدروا يخلعوا منها. وبتدخل الفرقة المستشفى علشان ياخدوا الوزير، ولكن بيلاقوا مكانه قنابل بتنفجر فيهم. وبتبدأ نورماندا تدخل في قتال مع أزاد، ولكنه بيسيبها وبيركب المروحية. وقبل ما يركب بتقدر نورماندا تشد القناع من على وشه، وبتلاقي في القناع شعر، فبتديله الدكتور الشرعي علشان يعرف بتاع مين. لكن الدكتور ده بيقول لها الشعر ده من باروكة. فبتجيب نورماندا فنان وبتديله الصورة اللي معاها الأزاد وهو مغطي وشه بالشاش، وبتقول له حاول تتخيل شكل باقي الوش بالشعر وترسمه. وفي الوقت ده كالي بيقابل دراعه اليمين، وبيبداوا يخططوا علشان يخلصوا من أزاد لأنه بيبوظ عليهم كل خططهم. والتاني يوم بتتجوز نورماندا من أزاد، وبيحاول الضابط زميل نورماندا يتصل بيها ولكنها مش بتكون فاضية ترد. وبعد الفرح بيحاول أزاد يعترف لنورماندا بحقيقته، ولكن في الوقت ده بيجيله تليفون فما بيلحقش يعترف لها. وبتكون عصابة البنات بيطمنوا عليه، وبيبدأ يقول لهم انه كان هيعترف لنورماندا بالحقيقة، لكنهم بيقولوا له اوعى تعمل كده. وفي اللحظة دي بتفتح نورماندا موبايلها وبتلاقي الرسام خلص رسم صور المجرم اللي عامل قلق، وبتلاقيه هو نفسه أزاد جوزها. فبتاخد نورماندا مسدسها وبتبدأ تقول لأزاد ليه خدعتني. فأزاد بيقول لها انا كنت لسه هعترف لك بكل حاجة، لكن نورماندا بتقول له انت مش بس خدعتني، ده انت كمان خدعت سوجي. وبتديله طلقة في دراعه، والبنات على التليفون بيسمعوا صوت الطلقة وبيحسوا ان في حاجة غلط. وفي الوقت ده بتبدأ الرشاشات تضرب على بيت أزاد ونورماندا وبيتم خطفهم. وبيطلع اللي عمل كده دراع كالي اليمين هو ورجالته، وبيبدأ دراع كالي اليمين يقول لنورماندا هو انت طلعتي مشتركة معاه يا خاينة، وبينزل ضرب فيه. لكن أزاد بيفضل يصرخ وبيقول له هي ملهاش دعوة سيبها. ولكن الراجل ده بينزل فيهم ضرب، وبيدي نورماندا طلقة في دراعها وبيكون هيقتلها. لكن فجأة بيدخل راجل بمرزبة وبيمنعه، وبينزل ضرب يمين وشمال في رجالة كالي، وبيدغدغ الدغاديغ. وبيطلع الراجل ده النسخة الأصلية من أزاد، لأنه أبوه فيكرام راسور الراجل الجامد أبو الجامد. وبيدمر فيكرام المكان وبيقتل كل رجالة كالي وبيقطعهم حتت، وبيروح لابنه وبيبص عليه وبيقول ده طلع وسيم، وبيشيله وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون كالي في روسيا جامع شوية رجال أعمال، وبيقول لهم الحكومة هنا قفلت كل مصانعكم علشان بتدمر البيئة، أنا هعمل معاكم صفقة تيجوا الهند تعملوا مصانعكم. فواحد من رجال الأعمال دول بيقولوا له طب حكومتكم مش هتعترض؟ فكالي بيقول لهم أنا الحكومة. ولما بينزل كالي الهند بيلاقي رجالته متقطعين ودراعه اليمين مقتول، فبيتجنن كالي لأنه بيعتبر المساعد بتاعه زي أخوه، وبيقرر إنه يعلن الحرب على أزاد وفيكرام. وبتكون نورماندا في الوقت ده مع زميلها في الشرطة، وبتقول أزاد المشتبه بيه الأول في كل الجرايم واللي بيساعدوه بنات من السجن عنده، وأنا عندي خطة حلوة تساعدنا في الموضوع ده عشان نخلي البنات دول يتكلموا. أنا هدخل السجن كأني اتقبض عليا بسبب أزاد وهحاول أكسب ثقتهم. وبتروح نورماندا لبنتها وبتقول لها خليكي مع زميلي الضابط، ولما بنتها بتقول لها فين بابا بتقول لها ما هي المهم علشان أجيب أبوكي. وبتروح نورماندا تعور نفسها وبتدخل السجن باعتبار إنها كلت علقة محترمة واتسجنت، فبتتعصب على المسجونات. ولما واحدة فيهم بتدي لها مية، نورماندا بتقول لها أنا مش عاوزة حاجة، أنا هنا بسبب أزاد وبسببكم ضيعتوا مستقبلي. فبتبدأ واحدة من عصابة أزاد تقول لها أنت ليكي حق تزعلي، بس أنت لازم تفهمي مين هو أزاد كويس، وعلشان تفهمي مين هو أزاد لازم في الأول تعرفي مين هو فيكرام راسور. وبنرجع فلاش باك وبنعرف إن فيكرام راسور كان ضابط قوي جدا ووحش محدش بيقدر عليه، وكان فيكرام متجوز من بنت زي القمر اسمها إيشوريا، وخلال ما كان معاها بيجيله استدعاء من الوحدة بتاعته. وبيبدأ فيكرام يعرف إن في جماعة إرهابية خطفت 40 سواق هندي وذبحتهم، فالجيش بعت للجماعة الإرهابية دي 27 جندي هندي، لكن للأسف الجنود دول اتقتلوا كلهم ما عدا 6. الجماعة الإرهابية خدوهم رهاين، وعشان كده الجيش هيبعت أحسن فرقة عنده للإرهابيين دول، وبتكون الفرقة دي هي فرقة فيكرام. ولما بيوصل فيكرام ورجالته المكان الإرهابيين وبيبدأ هو وجنوده يضربوا نار، بتحصل حاجة غريبة جدا، وهي إن كل الأسلحة اللي معاهم مش بتضرب نار، وبتبدأ جنود فيكرام يتصابوا. ففيكرام بيقول لرجالته خدوا الأسلحة اللي مع العدو وتعاملوا بيها، وفعلا ده اللي بيحصل. وبيقدر فيكرام ورجالته يخلصوا على الإرهابيين دول، وبيتم تكريم فيكرام وفريقه. ولما بيطلع فيكرام يقول كلمة بمناسبة التكريم، بيقول إن الجنود اللي ماتوا كانوا أبطال، بس للأسف هم كانوا عزل مش معاهم سلاح، وده لأن كل السلاح
السلاح اللي كان مع الجنود دول وكان معانا مش شغال. انا بقول الكلام ده علشان مفيش جندي تاني يقع في اللي وقعنا فيه. وبيبدأ المسؤولين يحققوا ويسألوا الأسلحة دي بتيجي منين، وبيعرفوا إن كلها بتيجي من شركة كالي. ووقتها كالي بيكون لسه شاب يعني من يومه فاسد، وبيروح مساعد كالي وبيقول له حصلت مصيبة، السلاح البايظ اللي بعناه للجنود اتسبب في موت 27 جندي. فكالي بيقول له ايه يعني، ما كله علشان الوطن. وبيعرف كالي في الوقت ده ان الضابط اللي بلغ عنه هو فيكرام. وفي يوم المحاكمة بيبدأ القاضي يقول لكالي الأسلحة اللي بعتها شركتك اتسببت في موت الجنود، لكن كالي بيقول للقاضي الأسلحة بتيجي في صناديق مقفولة وجواها كتاب بيشرح طرق استخدامها، والكتاب بالانجليزي. مش ذنب ان القائد اللي بيدرب الجنود بتاعكم مش بيعرف يقرا انجليزي ومعرفش انه يفهم الجنود يستخدموا السلاح ازاي. يعني الغلطة دي غلطة بشرية، وانا هبعت واحد من شركتي يعلم الجنود بنفسه ازاي يستخدموا السلاح، وهدفع تعويض لاهالي الجنود اللي ماتوا. لكن في الوقت ده فيكرام بيقوم وبياخد بندقية من اسلحة شركة كالي، وبيقول لكالي انا هقول لك بندرب الجنود ازاي. وبيقول له احنا بنحط رصاص كده صح؟ فكالي بيقول له صح. وبعدين بيبدأ فيكرام يقول له بنشد جزء الامان وبعدين بنشد الاجزاء، يبقى كده فاضل ايه؟ بيتحرك كالي وبيقول له فاضل تضغط على الزناد وتصوب على المجرم. ففيكرام بيصوب البندقية في اتجاه كالي وبيضرب نار وبيموت كالي في جلده، لكن السلاح ساعتها مش بيطلع نار. وبيبدأ القاضي يقول لفيكرام انت بتهزر يا فيكرام، لكن فيكرام بيقول له شركة كالي هي اللي بتهزر لما تبعت لنا سلاح زي ده. انا مستعد اضحي بحياة البلدي لكن مش علشان كالي يحط فلوس في جيبه. وبيسيب المحكمة وبيمشي وبيحكم القاضي بقفل شركة كالي. وبيرجع فيكرام البيت وبيسلم على الكلب بتاعه وبيدخل لمراته، ولكن في الوقت ده بيسمع صوت طلقة، ولما بيخرج بيشوف في ايه بيلاقي الكلب بتاعه مقتول، واتنين من رجالة كالي بيضربوه بحقن التخدير في رقبته. ولكن علشان هو بطل هندي جامد جدا مش بيحصل له حاجة ولا بيقع. وبيمسك رجالة كالي وبيخنقوه، وبيمسك كالي إيشوريا من رقبتها وبيرميها. ولما بتفوق إيشوريا بتلاقي في وشها ظابط فاسد وبيحط قدامها فلوس وتليفون وبيقول لها جوزك خان وطنه، وده دليل فلوس الخيانة والتليفون اللي كان بيتصل بيه بجيش العدو، وعاوزينك تمضي على الاعتراف ده. وبيبدأ الظابط يقول لإيشوريا يلا يا حلوة امضي، انت مش عارفة لو سبت عليك رجالتي هيعملوا معاكي ايه. وبتاخد إيشوريا القلم وبتضربه في رقبة الظابط وبتقتله، وبتاخد المسدس وبتقتل عساكره، وبيتم القبض على إيشوريا وبيتحكم عليها بالإعدام. وفي السجن بيقولوا لها ان جوزك فيكرام عاوز يشوفك، ولما بتخرج إيشوريا علشان تشوف جوزها بتلاقي كالي هو اللي قدامها. ولما بتقول له فين جوزي بيقول لها انا خدته معايا الطيارة الخاصة وقلت له بقى توقف شغلي وبتقفل شركتي، انا هوريك بقى الأسلحة اللي بجد مش اللي كنا بنبيعها لكم. وبيضربوا كالي كام رصاصة في جسمه، ولكن فيكرام بيفضل واقف زي الأسد، ولكن كالي الكلب بيزقه ويوقعه من الطيارة. وبتبدأ إيشوريا تعيط وبتكون حالتها حالة، وكالي الضلالي بيقول لها بس انا ما اكتفيتش بموت فيكرام، انا جاي اشمت فيكي علشان هتتعدمي. وبتروح إيشوريا بعد كده علشان تتعدم، ولكنها بتقع من طولها، ودكتورة السجن بتقول ان دي حامل. والقاضي بيوقف الحكم لان القانون بيقول ان الست الحامل ما تتعدمش الا لما تخلف والطفل يكبر ويكون عنده 5 سنين. وبتكون مأمورة السجن وقتها فرحانة علشان إيشوريا ما اتعدمتش، ومأمورة السجن دي بتكون كافري اللي ربت أزاد. وبتقضي إيشوريا شهور حملها في السجن، وكافري وكل المسجونات بيهتموا بيها جدا لحد ما بتولد إيشوريا طفل زي القمر وبتسميه أزاد. وبتكون إيشوريا حاسة بوجود جوزها حواليها في كل لحظة، وكل المسجونات بيحبوا أزاد وبيعاملوه كأنه ابنهم. وبتعلم إيشوريا أزاد الشجاعة والقتال، ولما بيكمل 5 سنين بتقول له انه لازم يكون قوي وشجاع زي ابوه، ولما يكبر يثبت للكل انه بطل مش خاين، وانها هتفضل حواليه دايما وروحها معاه. وبتروح إيشوريا علشان تتعدم بعد كده، وفعلا بيعدموها وبتكون كل المسجونات زعلانين جدا. اما أزاد فبينهار وبيقع من طوله، وبتاخده كافري تربيه وتعلمه وبتخليه مأمور السجن. ولما بتسمع نرماندا كل الكلام ده بتفضل تعيط وبتتعاطف جدا مع أزاد، وبتسأل المسجونات وبتقول لهم طب هو أزاد فين دلوقتي؟ فبيقولوا لها أزاد في مكان امان. وبيفوق أزاد من التعب اللي كان فيه وبيلاقي ابوه في وشه عمال يرقص، وبيستغرب أزاد لما بيلاقي الظابط اللي اتخانق معاه في المترو وربطه وكام راجل كمان. وبيبدأ الظابط ده يقول لأزاد لما شفت وشك في المترو لقيتك شبه المنقذ بتاعنا. وبيطلع الشخص ده هو الطفل اللي انقذ فيكرام في القرية زمان، وبيفهم ان أزاد ابن المنقذ، وبيقدر يعرف ان المنقذ اللي فقد الذاكرة هو ده فيكرام راسور. وبيروح لفريقه القديم اللي كان بيحارب معاه وبيقول لهم فيكرام عايش، وده لانه لما وقع من الطيارة نزل على الاشجار وبعد كده في النهر. وبيروح صحاب فيكرام يشوفوه ولكنه مش بيكون فاكر اي حد فيهم، وبيتأثر أزاد في الوقت ده وبيقول لفيكرام انا مش مستني
مصدق اني شفت ابويا، انا عشت عمري كله علشان اثبت انك بطل مش خاين، ودلوقتي الناس كلها بتردد اسم فيكرام على اساس انه بطل. لكن فيكرام مش بيكون فاكر حاجه ولا في دماغه اي حاجه، وبيبدا الضابط يقول لازاد ابوك فقد الذاكره فما تحاولش معاه مش هيفتكر. وفي الوقت ده بيبدا فيكرام يقول لازاد بص يا واد حلو انت، انا فاهم ان انت ابني بس انا مش حاسس باي مشاعر ناحيتك، لكن لانك ابني فانا هقف في ظهرك انا والرجاله دول في معركتك وهفديك بعمري وهكون في ظهرك. وبيفضل ازاد يحضن ابوه وهو بيعيط وبيبوسه، لكن فيكرام بيقول له من غير بوس يا حبيبي من غير بوس. وفي الوقت ده المستثمر الروسي اللي عاوز يعمل مصانع بتلوث البيئه بيتصل بكالي وبيأكد عليه الصفقه اللي بينهم، وكالي بيقول له انه كل حاجه تمام، وبيقول لنفسه هنخلص الصفقه دي ونفوق لفيكرام. وفي اللحظه دي في سجن النسا بيطلب زميل نورماندا اللي اسمه ايراني نورماندا وعصابه ازاد للتحقيق، وبتكون نورماندا مستغربه تحقيقي ده، وبتروح واحده من البنات وبتقول لفيكرام وازاد ان نورماندا هي والبنات هيتم التحقيق معاهم في السجن، وبيكون فيكرام مراقب السجن كله بالكاميرات وبيشوف اللي بيحصل هو وازاد. ولما بتروح نورماندا تقابل ايراني بيبدا يقول لها عاوز احكي لك قصه، كان في شرطيه شريفه اسمها نورماندا دخلت السجن عشان تقرب من البنات المجرمين، ولكنها سمعت منهم قصه ازاد واتعاطفت معاه وقررت تساعده. فنورماندا بتقول لايراني انت اتجننت ايه اللي بتقوله ده، فبيرزعها ايراني بالقلم وبيقول لها انا كنت زارع ميكروفونات في هدومك ولو فاكره اني كنت شغال معاكي تبقي هبله، انا شغال مع كالي. وبيطلع ايراني خاين وبيتصل ايراني بكالي وبيقول له نورماندا معايا، فكالي بيقول له انا كنت عارف ان انت اللي هتخلص لي الموضوع ده، انا عاوزك تخلص لي بقى على نورماندا وعصابه ازاد وحتى البنت سوجي. وبتفضل نورماندا تقول لايراني حرام عليك سوجي دي طفله، ولكن ايراني بيروح يدي سوجي للناس يقتلوها وبيمسك مسدسه وبيقول لنورماندا عاوزه حاجه قبل ما تموتي، لكن بنات ازاد الجدعان بيزقوا من ايده المسدس وبيمنعوه من قتل نورماندا. وبيروح فيكرام وبيوقف الرجاله اللي واخدين سوجي وبيوريهم الاسد اللي جواه، وبينزل ضرب وطحن فيهم وبيروق عليهم على الاخر وبينقذ سوجي. وبيروح ازاد السجن الايراني وبينزل فيه ضرب وبيقول له انا هخليك تقول حقي برقبتي، لكن ايراني بيقول له انت مش هتخرج من السجن ده حي. وبتدخل قوات من الامن تبع ايراني، لكن ازاد بيقول له قوات الامن معاك لكن انا كل المساجين اللي في السجن هنا معايا. وبينادي ازاد على المسجونات واللي بيخرجوا كلهم وبياكلوا قوات الامن دول بسنانهم. وبيروح ازاد لغرفه التحقيق وبيلاقي نورماندا واقعه على الارض ولاكشم اللي فادتها واخده طلقه في بطنها، وبينقلوها بسرعه على مكانهم السري، ولكن للاسف مش بيلحقوها وبتموت. وفي الوقت ده الكل بيتصدم، لكن باقي عصابه ازاد بيبداوا يقولوا احنا كنا 6 وبقينا 5 لكن هنكمل اللي بنعمله، وبيحطوا ايدهم على ايد بعض وبيتحدوا. وبتاخد نورماندا سلسله لاكشمي وبتقول لعصابه ازاد انا مكان لاكشمي من النهارده، وبيفرح ازاد جدا في الوقت ده. وفي اللحظه دي بتوصل فلوس الصفقه الجديده اللي كالي داخلها، واللي جزء منها هيروح لدعم مرشحين الانتخابات اللي كالي عاوزهم ينجحوا. وبيبدا ازاد يقول ان لو الفلوس دي وصلت للمرشحين ونجحوا كالي هيحط ايده على الحكومه والبلد كلها، وانهم لازم يمنعوا الفلوس دي انها توصل للمرشحين. وعشان كده تاني يوم ازاد وعصابته بيجهزوا وبينطوا على العربيات بتاعت الفلوس وبيحاولوا يسيطروا عليها. ولما بتحاول هيلينا تدخل واحده من العربيات دي السواق اللي في العربيه بيمسكها وبيكون هيرميها من العربيه، لكن لحسن الحظ ازاد بياخد باله وبيشد السواق ده بحزام من رقبته وبيرميه من العربيه. وبيظهر رجاله فيكرام وبيبداوا يرموا حاجات على عربيات الامن اللي بتحرس الفلوس علشان يعطلوها. وبيبدا عمنا فيكرام يحط سجاره في تانك البنزين بتاع الموتوسيكل بتاعه وبيحدفه في اتجاه عربيات الامن وبينفجر منها كتير، ولكن بتظهر مجموعه عربيات تانية وبيبدا فيكرام ورجالته يحدفوا عليهم مولوتوف وبيفجروا منها كتير وبيحدفوا عليهم مسامير، فعجل العربيات بيتفرقع وبتتقلب العربيات. ولكن للاسف عدد العربيات بيكون كتير جدا، بيقدروا يسيطروا على فيكرام ورجالته وبياخدوهم لكالي واللي بينزل ضرب فيهم بكور التنس وبيجيبهم على الارض. ولكن في اللحظه دي بيظهر فيكرام راسر على التلفزيون وبيقول انه سيطر على سجن النساء وتحت ايده 6000 مسجونه، ابعتوا لي حد بيفهم بقى اتفاوض معاه. ولما بيشوف كالي اللي بيحصل ده بيكون هيتجنن وبيقول ازاي انا ماسك ازاد وفي نفس الوقت ظاهر على التلفزيون. لكن واحد من رجاله فيكرام بيقول له لسه ما فهمتش يا غبي، اللي على الشاشه ازاد انما اللي معاك هنا هو فيكرام بشحم ولحم، ولحسن حظك انه مش فاكر حاجه والا كان قام وقتلك. فكالي بيقول له ازاي فيكرام ده انا قتله بايدي وضربه 5 رصاصات، وبيلاقي كالي فعلا في جسم فيكرام مكان ال5 رصاصات. فبيبدا كالي يقول لفيكرام انت مش فاكر انا مين، لكن فيكرام بيقول له انت مين، شكلك شبه بابا نويل. وبيفضل رجاله فيكرام يضحكوا. ومن ناحيه تانية في السجن بيوصل ضابط قوي اسمه نياك مع قواته وبيبعت نياك قواته علشان
علشان يقتحموا السجن ويجيبوا له ازاد. وفي الوقت ده نياك بيسمع صوت ضرب نار من جوه السجن، فبيقول لرجالته دلوقتي الرجاله يطلعوا بازاد جثه من جوه. لكن فجاه بيطلع قائد القوات اللي بعتها نياك وهو بلبوس يا صديقي، وبيقول لنياك ازاد مش لوحده يا رياسه، ده معاه 6000 بنت جوه واقفين في ظهره، ده جيش بحاله. وبيعرف نياك ان ازاد محوط رجاله الشرطه بقنابل وانه مش بيهزر، فبيتواصل معاه وبيقول له انت عاوز ايه؟ فازاد بيقول له انا هبعت لك ايميل بورقه وعاوز توقيع مواطن هندي عليها. فنياك بيقول له اعتبرني انا المواطن الهندي ده وهوقع لك على اللي انت عاوزه. لكن ازاد بيقول له لا يا حبيبي انا مش عاوز توقيعك انت، انا عاوز توقيع رئيس الدوله. فنياك بيتصدم وبيقول له انت تفتكر ان رئيس الدوله هيوافق على الكلام ده؟ فازاد بيقول له هيوافق، انا هبعت لك حد من جوه السجن دلوقتي بحاجه بص عليها وانت تفهم ليه بقول لك ان الرئيس هيوافق. واللي بتخرج من السجن بتكون سوجي، وطبعا نياك ورجالته مش بيقدروا يعملوا حاجه لطفله. ولما بيشوف نياك الحاجه اللي جابتها سوجي بيلاقي ان ازاد معاه كل اجهزه التصويت في الانتخابات واللي عددها مليون جهاز، وبالطريقه دي مش هينفع اي انتخابات تحصل في البلد. وبنبدا نعرف ان بنات ازاد هجموا على العربيات اللي فيها آلات التصويت وسرقوها كلها. والموضوع بيوصل للرئيس واللي بيعمل اجتماع وبيقول لرجالته ان فيكرام راسور عاوز يوقع على طلب قفل 53 مصنع، والمصانع دي بتكون مرفوع عليها قواضي كتير قوي من الناس لانها تسببت في موت ناس كتير ودمرت البيئه. وبيبدا الرئيس يقول ان الارهابي ده اجبرهم يعملوا حاجه صح، وبيوقع على الطلب والمصانع دي بتتقفل والناس كلها بتفرح. وبتكون دي المصانع اللي كالي اقنع المستثمر الروسي يعملها في الهند. وبيتصل المستثمر الروسي بكالي وبيقول له كل المصانع بتاعتي اتقفلت، انا اتخرب بيتي وكل ده علشان انت مش مسيطر. لكن كالي بيقول له انه هيتصرف، وبيبدا المستثمر الروسي ده يهدده انه لو ما اتصرفش هيقتله. وبيطلع ازاد بعد كده على الهوا وبيبدا يتكلم مع الناس وبيقول لهم ان هو بيقول على نفسه انه فيكرام راسور، لكن فيكرام راسور يكون ابوه واللي اتقال عليه انه خاين، ولكن الحقيقه انه بطل وعمل كل ده عشان وعد امه ينظف اسم ابوه. وبيطلب من الناس انهم يفكروا كويس قبل ما ينتخبوا حد، لان هو اللي هيغير البلد بتاعتهم ويخليها احسن. وده لانه كل صوت مهم، وبتكون كل الناس معجبه بكلام ازاد. ولكن للاسف قبل ما ازاد يمشي من السجن بيدخل كالي على السجن ومعاه فيكرام وهو رافع السلاح على فيكرام، فكل البنات بتضطر تنزل سلاحها. وبيبدا كالي يضرب في ازاد وفيكرام وبيقول كالي لازاد بقى انت يا حته عيل تخسرني فلوسي وسمعتي، فين الفلوس اللي سرقتها؟ لكن ازاد مش بيتكلم، وبيرفع كالي السلاح على فيكرام وبيكون خلاص هيقتله، والكل بيكون واقف مصدوم ومش عارف يعمل ايه. لكن السلاح مش بيضرب، وبيبدا كالي يقول هي دي مشكله مصنعنا. ولكن في اللحظه دي الذاكره بتبدا ترجع لفيكرام وبيبدا يعيط، ولكمش نصيب تموتوا بسلاح. وبيكون لسه كالي هيضرب ازاد بالسلسله الحديد اللي في ايده، لكن عمنا فيكرام الذاكره بترجع له وبيمسك ايد كالي وبيقول له محدش يلمس ابني وانا عايش، انت ضربتني زمان دلوقتي جه دور انا، وبينزل ضرب فيه وفي رجالته. وازاد اللي كان مربوط بياخد السلاح ببقه وبينزل تقتيل في رجاله كالي، لحد ما راجل من رجاله كالي عملاق بينزل على الساحه وبيكسرهم. ولكن على مين؟ ازاد وفيكرام بيحطوا ايدهم في ايد بعض وبيشلحوه، وبياخدوا كالي وبيقولوا له انت هتموت مشنوق زي ما عملت في ايشوريا. وفعلا بيشنقوه وبيخلصوا الدنيا منه، في داهيه مش مهم. وبيساعد الضابط نياك ازاد وفيكرام يهربوا من السجن. ولما رؤسائه بيقولوا له ازاي يهربوا منك، نياك بيقول لهم معرفش، هرب وهعمل ايه يعني.